لأ، دخلت على عميل قبل كده، سألت حد لشركة كبيرة أوي، سألت حد عليه قال لي: "ثابت الراجل ده إيجو ماشي على الأرض، الراجل ده عايز الدنيا كلّها تمشي على مزاجه هو وتمشي زي ما هو عايز." فأنا بالنسبة لي أنا برضه إيه، هو اللي عامل request بنفسه يعني إن هو نشتغل مع بعض وإلى آخره، فأنا رايح برضه مش قليل، فرُحت وتعرفي أنتِ اللي هو الإيه الmeeting اللي قبلها ب10 دقايق والperfume المضبوط والعربية محطوطة تحت عشان الجزمة ما تتوسخ، كل حاجة perfect. وقُمت طالع، فأنا داخل بمنتهى الحماس وبامِد له إيدي، فلقيته بيعدل موبايله، وبعد أمّا عدل موبايله قام قال لي: "اتفضل اقعد." وقام سلِّم عليّا يعني الظاهر كان متوضّي، مش عارف، بس يعني هو سلِّم عليّا بطريقة مش لذيذة خالص، فأنا حسّيت إن هو الmeeting اتقفل بالنسبة لي من قبل ما يبدأ. قعدت معاه الmeeting ده أنا قعدت ساعتين ونُص، ساعة هو عمّال يكلّمني قد إيه هو جامد، ساعة ونُص عمّال أقول له: "أنا مش مناسب معايا خالص أشتغل قبل العيد." وهو أمنية حياته يطلع الكامبين قبل العيد، وأنا في ساعة ونُص أنا مخلّي العميل هو اللي بيضغط عليّا إن هو أشتغل معاه قبل العيد. اللهم لك الحمد بعد أول كامبين اشتغلنا مع بعض، بعد أول كامبين لقيته باعت لي record عايزين نزوّد البادجت وعايزين نعمل ونسوي، اللهم لك الحمد اشتغلنا مع بعض لفترة طويلة، وكان العميل دوًّا كان كل شهر بيطلب إن هو يزوّد بادجت وأنا باعامله بنفس الego بتاعه اللي هو لأ والله أنا full capacity، وأنا كان عندي من الcapacity إن أنا أشتغل معاه، لأ عايزين نشد شوية، لأ إحنا كده تمام بإذن الله الشهر الجاي نضبط وإلى آخره. فكان من ضمن العُملا برضه اللي كان بالنسبة لي ممتع جدًا الmind game اللي لعبناها سوا.